أنا من سيكون الهداف. أيوب الكعبي. السلام عليكم. في ليلة إفريقية استثنائية مشتعلة بالحماس، اتجهت أنظار الجماهير إلى مواجهة نارية تجمع المنتخب المغربي بنظيره الزامبي ضمن منافسات كأس إفريقيا 2025. مباراة لا تقبل القسم على اثنين، حيث دخل أسود الأطلس بثقة الكبار مدججين بتاريخهم العريق وطموحهم في اعتلاء القارة من جديد، بينما أتت زامبيا بروح المقاتل لا يخشى الأسماء ولا يرهب الألقاب، باحثة عن مفاجأة تهز المدرجات. منذ صافرة البداية بدا المشهد مختلفا، فرض أسود الأطلس إيقاعهم، ضغط عالي، دقة في التمرير، وشخصية بطل يتحكم في المباراة لم يمنح المغرب خصمه فرصة لالتقاط الأنفاس، فكان الاستحواذ ذكيا والهجمات متدرجة كأمواج تعرف طريقها إلى الشباك، والمدرجات اشتعلت والملعب تحول إلى مسرح لعرض كروي يليق باسم المغرب. في المقدمة جسد أيوب الكعبي معنى المهاجم المقاتل، لا يعرف إلا طريق الشباك كما يعرف نبض المدرجات. تحركاته الذكية، تمركزه الجيد، لا يحتاج للكثير من الكرات لأنه يعرف أن الكبار يصنعون الفارق في اللحظة الحاسمة. بالفعل، وفي الدقيقة 9 ارتقى الكعبي من بين 4 مدافعين ليتمكن من افتتاح التسجيل برأسية قوية، هدف حرر الأقدام ورفع الإيقاع. وكما عودنا إبراهيم دياز بدوره، أضاف لمسة الإبداع والمهارة، حيث لعب بين الخطوط بثقة وصنع الفارق بقراراته السريعة ولمساته الدقيقة. وفي الدقيقة 27 تمكن من إضافة هدف ثاني بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء، محرزا هدفه الثالث في البطولة. نعم، حين يتكلم دياز تصمت الدفاعات وتشتعل المدرجات. وأبى أيوب الكعبي إلا أن يكون العنوان الأبرز في المباراة بدون منازع، ففي الدقيقة 50 يعود إليكم من جديد ويسجل الهدف الثالث بمقصية رائعة على طريقة الكابتن ماجد، مقصية أسطورية هزت الشباك وأشعلت كأس إفريقيا. هدف يظهر موهبة فردية خارقة، فتوقيت القفزة وقراءة الكرة في الهواء وتنفيذ الحركة بدقة عالية كلها عوامل تجعل هذا الهدف من الأهداف الأيقونية في البطولة. يا لها من مباراة ويا لها من شخصية. أسود الأطلس لم يلعبوا مجرد مقابلة، بل سردوا حكاية نضج طال انتظاره، حكاية فريق تعلم من تعثره كيف يقف ومن صمته كيف يزأر. هذا نضج منتخب تعلم كيف ينتظر اللحظة ثم يضرب بقوة. فإلى جانب الأداء الهجومي المثالي للمغرب، ظهر التنظيم الدفاعي ممتازا، فزامبيا تحاول لكن الدفاع صامد والحارس في الموعد. كان الخط الخلفي للمغرب ثابتا في إغلاق المساحات والسيطرة على الكرات. لم يكن فوز المغرب على زامبيا مجرد نتيجة تدون في سجل البطولة، بل كان لحظة كاشفة لمسار يتشكل بثبات على المستطيل الأخضر. بدأ أسود الأطلس أكثر نضجا وكأنهم قرأوا دروس الماضي جيدا، ثم عادوا أقوى وأهدأ وأكثر وعيا بتفاصيل اللعب. تحسن الأداء لم يظهر فقط في الأهداف بل في الطريقة، تمركز ذكي، انتقال سلس بين الدفاع والهجوم، وانضباط تكتيكي جعل المنتخب يتحكم في إيقاع المباراة. كل تمريرة كانت تحمل نية صادقة، وكل تحرك كان جزءا من لوحة جماعية مرسومة بعناية. في هذا الفوز لم يكن الانتصار هو البطل، بل تحول فريق كان يبحث عن ذاته فوجدها في الانضباط وفي الصبر وفي الإيمان بأن الجمال الحقيقي في كرة القدم هو أن تلعب بعقل قبل القدم. وحين أطلق الحكم صافرة النهاية لم يغلق فصل مباراة فقط، بل فتح باب الأمل ليعلن عن ميلاد أداء جديد، أكثر هدوءا وأكثر وعيا وأكثر إقناعا.
ولا يمكن أن نمر دون أن نذكر أهم اللاعبين الأكثر تأثيراً في هذه المباراة. أولاً أيوب الكعبي، العنوان الأبرز في اللقاء، بعدما أكد حاسته التهديفية العالية، تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء ليقود الخط الأمامي بفعالية ويمنح فريقه الأفضلية في اللحظات الحاسمة. سجل هدفين وأثبت مرة أخرى أنه مهاجم لا يحتاج سوى نصف فرصة ليصنع الفارق إذا كان في يومه. وأهم نقاط قوته التمركز الجيد، إنهاء الهجمات والهدوء تحت الضغط. أما إبراهيم دياز فهو صانع الفارق، يضيف لمسة إبداع ومهارة، يلعب دور الرابط بين الوسط والهجوم بثقة وخلق المساحات بذكاء. لاعب يلعب بعقل هادئ وقلب جريء، يراوغ حين تجب المراوغة ويمرر حين تكون التمريرة أذكى من التسديدة. وجوده منح الهجوم المغربي تنوعا وجمالا. هدفه جاء نتيجة قراءة ممتازة للعبة وتسديدة دقيقة. وأبرز نقاط قوته فن المراوغة، اتخاذ القرار السريع واللعب بين الخطوط. أما عز الدين أناحيم فهو عقل ومهندس إيقاع وسط الميدان والقلب النابض. سيطر على نسق اللعب بتمريراته القصيرة والطويلة، ساهم بشكل كبير في بناء الهجمات وكسر ضغط زامبيا في أكثر من مناسبة. هو الرابط بين الدفاع والهجوم بتمريرات مدروسة وتحركات ذكية. وجاء عبد الصمد الزلزولي كنسمة حرية لا تقيد، كان عنوانا للجرأة وروح القتال، جرأة في المواجهات الفردية، السرعة في التحول وإصرار لا يتوقف. وصنع الفارق بحركته وسرعته وذكائه التكتيكي. وجوده منح المنتخب نفسا هجوميا مختلفا، فالتناغم واضح بين هؤلاء اللاعبين الأربعة. فوجود أناحي والزلزولي والكعبي ودياس في حالة انسجام منذ البداية أتاح تحولات سريعة وتنوع في الخيارات الهجومية. ولعل أبرز اللحظات في المباراة هو عودة أشرف حكيمي من الإصابة، فعندما دخل في الشوط الثاني استقبله الجمهور بصيحات حماسية فرحا برجوعه، الذي أعطى دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل المراحل الإقصائية. وإن كان ظهوره لم يثمر هدفا، لكنه أظهر تحسنا كبيرا في اللياقة والجاهزية. هنا المغرب، هنا أسود الأطلس، وهم يوقعون على واحدة من أجمل لياليهم في كأس إفريقيا 2025. فإذا كان هذا هو مغرب اليوم، فالقادم سيكون أجمل إن شاء الله. في أمان الله.